اليوم غادي نشارك معكم الوصفه ديال المسمن اللي غنطيبوه في الفران بحشوه لذيذه كيجي رائع بها بطريقه جد عمليه في التحضيرات ديالته البسيطه. غادي نطيبوه في الفران. هنا غادي نبداو بالنسبه للعجينه باش كنخليوها كترتاح. عندنا نص كيلو بين التخليطه ديال الدقيق ديال الفورص والدقيق ديال الفينو، تقريبا قياس واحد. كنديروا القياس ديالهم في الملحه، وغادي ندير واحد الملعقه صغيره عامره ديال الخميره، خميره العجين. وهنا غادي نعجنوهم بواحد الكاس ديال الحليب اللي تيبقى اختياري، لكن الا كان متواجد كيعطيوه فيه واحد المذاق مميز كيجي به مزيان. كنديروا غير كاس ديال الحليب هكايا طري ما تيكون سخون. وغادي نكملوا ما بقى لينا من التخليطه ديال هاد العجينه بالماء. تقريبا خدات ليا 2 كيسان، كاس من الحليب وكاس ديال الماء. الا كان الجو بارد راه كندفيو الماء واحد شويه، غير كندفيو واحد شويه كذلك من الحليب صافي. وكنعجنوها مزيان. كما كنعرفوا العجينه ديال المسمن كتبغي انها تدلك مزيان باش كتعطو هنا في الخدمه ملي تنبداو هكايا تنطلقوها. غادي نعجنها واحد شويه، يمكن لينا نعجنوها هكايا ولا هكا في العجانه. المهم انها كتبغي تعجن واحد شويه مزيان صافي. هذا هو القوام ديالها. ملي تنبداو هكا نجبدو فيها كنلقاوها كطوعنا في الخدمه، يعني راها تدلكات مزيان. كنخليوها كترتاح واحد المده اللي غادي نوجدو فيها هنايا الحشوه. غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي كتبقى الكميه والنوعيه فيها اختياريه. يمكن لينا نديروا اي حشوه حبينا فيهم. انا في المقله على نار كتكون متوسطه كنوضعوا القياس ديالنا ديال الزيت. درت هنا زيت نباتي تقريبا واحد 2 معالق كبار، وحبه متوسطه من البصله مفرومه مزيان. من الافضل الا عندنا البصله البيضاء راه دغيا تطيح وكتذوب معنا في هذه الحشوه، ولا ما كانش غير كنشحروها مزيان البصله الحمراء. غادي نخليوها كطيح واحد شويه، عاد كنضيفوا خضره الا حبينا فيها. يمكن لينا نكتفيو فقط غير بالبصله. هنايا درت لها واحد 2 حبات نتاع الفلفله حلوين، قطعتهم قطع صغيره ولا كنفرموهم مزيان غير ما كنطحنوهم شي مزيان. كندير واحد 2 فصوص ديال الثومه مفرومين كذلك. بالنسبه للثومه اللي حيت غادي نضيف ليها هنايا واحد شويه ديال الكفته فكنضيفوه، يمكن لينا نستغناو عليه الا درنا غير الخضره. غادي نديروا القياس ديالها في الملحه، وكذلك من التوابل اللي كيتواتاو لينا مع الكفته. فيها هنايا الخرقوم البلدي وسكنجبير ولبزار، وكذلك الا عندنا زرعه ديال القزبور كنضيفوها. وكنضيف واحد 100 غرام ديال الكفته اللي كتبقى اختياريه. يمكن لينا نديروا الكفته نتاع الدجاج ولا دجاج مقطع قطع صغيره، ولا البصله مع الشحمه راه كتكون فيها مزيانه الشحمه ديال الكلوه. هنا من بعد ما كيتشحروا لنا مزيان كنضيفوا ليهم واحد شويه ديال الفيغنيسيل. هنايا واحد شويه هكايا طلقتها في الماء مغليان وقطعتها قطع صغيره وضفتها. وضفت ليها السودانيه ولا الصلصه الحاره، بالنسبه اللي كيحب فيها الحرور راه كتعطي فيه واحد المذاق مميز كيجي بها مزيان. وفي اخر مرحله هنايا كنضيفوا ليها الفرماج اللي كذلك كيبقى اختياري. صافي بعد ما كنكملوها كنخليوها جانبا باش كتبرد، وكنرجعوا للعجينه ديالتنا. كما كتشوفوها صافي راها تعجنات وطلقت مزيان وغادي طوعنا في الخدمه. كنقطعوها قطع صغيره ولا كويرات هكا صغار، من الافضل الحجم ديالهم يكون صغير. من بعد كنطلقوها مزيان فهنايا في سطح العمل اللي تندهنوه بشويه نتاع الزيت اول شيء، وكنطلقوهم مزيان من الافضل باش كيجينا هكايا مرقه. السيجار ديالنا ولا مسيمنات كيكونوا مرقين ملي كنطلقوا العجينه مزيان. بعد كندهن هنايا الواجهه ديالتهم بواحد شويه ديال الزبده. هنا ما ذوبتها شي، الا كان الجو هكايا بارد فيمكن لينا نذوبوها. هنا غادي نخدموها غير بالزيت وشويه نتاع الزبده، يمكن لينا نكتفيو فقط غير بالزيت في الخدمه ديالتهم كامله. نطلقوهم مزيان بعد كنطويوهم على 4 على شكل مسمن بطريقه عمليه وسهله. وكما كنعرفوا الطريقه ديال المسمن بعد ما تنكملوهم كاملين كنخليوهم كيرتاحوا واحد شويه. بعد هنايا كنبداو نطلقوهم على شكل الطول، لان غادي نخدموهم على شكل سيجار اللي تيبقى اختياري. يمكن لينا نديروهم سيمنات مربعين. كنديروا الحشوه وتنطويو الجوانب ديال المسمن بهذيك الطريقه باش ما كتخرجش لينا الحشوه في الجوانب. طريقه سهله وعمليه وحنا تنخدموا، وفي نفس الوقت كنجروا العجينه باش وكنقادوها هكايا كنعاودوا نقرصوها باش كتجينا رقيقه ما امكن.
كنستمروا حتى تنكملوهم كاملين القياس اللي بغينا فيهم. كما كتشوفوا راني كنطوي غير الجوانب اللي تتكون فيهم الحشوه، وما تبقى من المسمن تنقادو هكايا باش كنقادو الشكل ديالو. اهم شيء ان الجوانب اللي كتكون فيهم الحشوه ما كتخرجش لينا، ما خصهاش تبان باش ما هكايا تخرج ولا ترتق لينا في الفران. بعد ما تنكملوهم كاملين غادي ناخذ واحد اصفر بيضه هكاك، اللي هنايا ضفت له واحد شويه من الصلصه ديال السوجه، كتبقى اختياريه. يمكن لينا نديروا واحد شي شويه ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر فيهم، ولا نكتفيو غير اصفر بيضه. كنخلطوها مزيان مزيان وتندهنوا بها الواجهه ديالتهم كامله مزيان. من بعد كان هكايا كنزينوا الواجهه ديالتهم كذلك بشويه تاع الزرارع. هنايا درت شويه تاع البذور ديال الشيا. وفي هذه المرحله راه كنكونوا مسخنين الفران تيكون سخون، وكنديروا النار متوسطه من التحت حتى تيطيبوا لينا كاملين. عاد كنشعلوا ليهم من الفوق باش كياخذوا لينا داك التحمار اللي تيكون فيهم واحد، تيجيو اكثر من رائعين. حشوه فيهم تتكون بنينه كذلك، والقرمشه اللي كتكون فيهم على برا وتيبقاو رطبين بالقياس اللي درنا ديال الفينو. فالدقيق ديال الفينو ملي تنضيفوه مع الدقيق ديال الفورص راه تيعطي الطراوه المسمن وتيكون فيه رطب. واخا تيبرد وتيبقى لينا مده تيبقى مزيان حتى تنكملوهم كاملين. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونا في اللايكات ديالكم، والى ملتقى اخر ان شاء الله.